مواطن إفريقي ارتكب أبشع جريمة هزت المغرب. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي مساء أمس من توقيف مواطن إفريقي يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد والتمثيل بجثة وإخفاء معالم الجريمة. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد دخل المواطن الإفريقي في خلاف حاد مع الضحية، والذي يكتري له غرفة بمنزله في مدينة آسفي، وذلك بسبب التأخر في دفع الإيجار. وأضافت نفس المصادر أن المواطن الإفريقي عرض الهالك لاعتداء جسدي بليغ تسبب في وفاته، وذلك قبل أن يعمد إلى تقطيع جثته وإخفائها بأماكن متفرقة بالمدينة وضواحيها. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على خلفية اكتشاف أطراف من الجثة عن تشخيص هوية الهالك، وذلك قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في اليوم نفسه. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.